أهلا بكم بفيديو جديد. مثل ما تشوفون أنا برا. فيديو اليوم راح يكون شوية مختلف، راح يكون تحدي المشتريات. أو تحدي المفضلات. طبعا هذا الفيديو راح يكون بالتعاون ويا سارة من قناة رورو اس. طبعا أنا وسارة صديقات على اليوتيوب، صار لنا فترة ما أعرف شكد نحكي دائما، فقررنا نسوي فيديو سوا. عندنا أسئلة نجاوب عليها بمنتجات ويعني أغراض تجميلية أو أي شيء نريده. بس قبل لا ابدي بالفيديو، اذا انتم جداد على القناه فهاي انا اسمي نورتا، لا تنسون تضغطون على زر الاشتراك على مود تشوفون الفيديوهات الجايه وعلى مود تنضمون لعائلتنا الصغيره. بلا ما اطول بالحكي خلونا راسا ننتقل للفيديو. طبعا انا محضر الاسئله، فمن هيك طلع راسا على الشاشه. اخترت هاي الحمره من ماك اللي لونها بني. هاي الحمره انا كلش احبها ودائما احبها، وهي الحمره المفضله عندي، اسمها بيرسيستنس. راح احط لكم هسه صورتها حتى تشوفوها من قريب. واني كلش انصحكم بهاي الحمرة اذا تريدون تشترون شيء من ماك او حمرة من ماك، تقدرون تحطوها بالايام العادية، وبنفس الوقت تقدرون تحطوها بالحفلات، يعني ترهم الكل شيء تقريبا. والمنتج اللي اختاريته للسؤال الثاني هو علبة نيوت من مايبلين. طبعا هاي العلبة اني كلش احبها لانه الوانها هي كلها الوان دافيه، الوان ترهم للايام العاديه. وهاي العلبه استخدمها تقريبا بشكل يومي، خاصه للدوام وهيك، لانه مثل ما تشوفون الالوان كلش دافيه وبسيطه ومو فاقعه. هسه هم راح احط لكم صوره حتى تشوفوها من قريب. شيء استعمله لبشرتي من زمان وكلش احبه، واحس الشيء الوحيد اللي فادني هذا الكريم من بيبي. هو كريم ترطيب بس كلش احب هذا الكريم، هو الكريم الوحيد اللي ساعد بشرتي احس. ومع العلم انه هو هذا ارخص كريم اشتريته، بس مع ذلك هو احسن كريم استعملته لحد هسه. هذا الكريم تقدرون تشتروه تقريبا من اي دراج ستور موجود يمكم. للشعر انا احب هذا الزيت من شفاتسكوب. هذا الزيت كلش احبه، وصار لي تقريبا 6 شهور استعمله، وكلش احبه وكلش مفيد للشعر. احس دائما احطه بعد الاستحمام من يكون الشعر بعد مبلل، واحطه بس على الاطراف. كتطبيق الكتروني انا احب التطبيقات الالكترونيه الموجوده على اللابتوب، وهاي الفتره صار لي بدي العب لعبه اسمها بنجي بنانا. هاي اللعبه كلش احبها ودائما العبها من ما يكون عندي شيء اسويه. تقدرون تنزلوها عادي من البلاي ستور، وهي ما تكلف شيء. اداه غيرت حياتي. طبعا هذا السؤال أنا دورت بس ألاقي شيء يعني غير حياتي، أو أداة غير حياتي، أو أداة غيرت حياتي، بس ما لقيت شيء. فأنا كلش آسفة سارة، لأنه أنا ما راح أقدر أظل جدية. أنا اختاريت خاشوقة، لأنه خلينا نكون صريحين، يعني الخاشوقة كلنا عندنا منها، يعني ملعقة بالفصحى وكلنا نستعملها. بدون الخاشوقة إحنا ما نقدر ناكل. وانا اختاريت الخاشوقة لانه ما لقيت شيء تجميلي. دقيقة غيرت رأيي. الخاشوقة نقدر نسوي بيها اي لاينر، نقدر نسوي بيها الكونتور، حتى ظلال العيون نقدر نسويه بالخاشوقة. واني متأكدة انه كلكم عندكم خاشوقات بالبيت، فالخاشوقة هي الأداة اللي غيرت حياتي. بالنسبة للحذاء تكرمون، فاني اختاريت اديداس سوبر ستار، لانه هذول هم الاحذيه اللي دائما البسهم هاي الفتره، ما اعرف يعني مدى البس غيرهم، فاختاريت هاي الاحذيه. وبهذا نكون وصلنا اليوم لنهايه هذا الفيديو. اتمنى انه الفيديو عجبكم، ولا ما اعرف اذا الصوت راح يطلع كلش واضح لانه احنا هسه بالغابه، فاعذروني اذا الصوت ما كلش واضح. لا تنسون لايك واشتراك بالقناه اذا عجبكم الفيديو على مود تشوفون الفيديوهات الجايه. تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي اللي راح تكون في صندوق الوصف. وبالنسبة للسناب شات فهذا الكود. واشوفكم بالفيديو الجاي. باي.